أغرب أكلات ممكن تدوقوها ببيوت العالم. من أخطر التصويرات وأول حلقة اليوم. بونجور. مراحل. اليوم حنا قرر يطلع معنا تمام. خبروني انه بتعملي اكله منا لبنانيه بالمره ولا اهل رحبي بيعرفوا فيها من افريقيا. يمكن انت الوحيده بتطبخيها. يا هلا بحنا، تفضلوا. اول ما عرفت بالطبخه انه افريقيه ومكونات شوي غريبه واسمها سوب بالمصارين. اسمها بيبر سوب. بيبر سوب يعني شوربه الفلفل الحار، مع انه فيها كروش موزات وفيها لوبي بزات وفيها مدري شو. ما بعرف شو رايك معلم؟ المرق تبعها بس مرق. بطحن كتير بصل، وهونيك بافريقيا في نوع من الباذنجان بيتا بور بمر، ما في منه هون، بنحط الباذنجان العوده. مكونات فينا نشوفهم ما موجودين. عرفت انك محضره شيء من امبارح لانه بدها وقت. هادي شو؟ هاي الباذنجان انا بسلقه شوي، في منه بيطلع كمان مر عندنا هون بلبنان يعني. هاي البصل كمان، هاي الكروش بسلقها اكيد بعد التنظيف. مرة على تيك توك واحد شيف تركي بيعمل كروش محشية، اشتهيتها اكلها، رحت لعنده اول لقمة حطيتها بتمي ريحتها زبل. انا بنظفها عدة مراحل. شم. غير موضوع هلا. اكيد. لحمة الموزات. موزات قد ايه اكلت معك وقت عنها؟ ساعة ونص. انت عشت بافريقيا؟ 16 سنة. يعني انت اتقنت طبخ الافريقي، شو هي اطيب طبخة افريقية؟ الكاسافة. هدول شو هو؟ حبوب الماجي، لحمة، جاي، ريدس. مصانع بافريقيا بتنتج هذه الماجي. هول جايبتهم من الابيجان، بيعملوا هالاشياء. انا عندي كثير لبنانيه وعرب موجودين بافريقيا، هلا هني حيحضروا، انا جاي لعندك عم تعملي لي اهم طبخه نعمل بافريقيا، ممنوع الغلط. بلش؟ يلا نبلش. بالم اويل. هيدا البالم اويل شيء، بالم اويل بنستعمله بالمصانع وكذا شيء ثاني. نفس الشيء بس هداك بينحرق بالمصانع لدرجة حرارة يمكن فوق ال 200. هذه الطبخة بالزيت، زيت الأحمر بنحرقه شوي تيصير صافي بهاللون تقريبا. يعني البالم اويل هي الطبخة بس بنحرق الزيت، إذا لقيتيهم سخنتيهم لتبلشي طبختك، يعني هي بتبدي بالزيت الأحمر، إذا اللبنانية بده يلاقوا زيت أحمر بالسوق بركي حبوا الطبخة، من وين بيجيبوا زيت أحمر؟ ما في محل بلبنان خصوصا برحبي إلا ما فيه هالزيت. أنا متحمسة بس فكرة الزيت الأحمر هو شوي خطر. مرة في برنامج على التلفزيون دكتورز، في حكيم سأل هالسؤال أمريكاني، قال لهم بالعكس البور بالم اويل يعني مش المحروق ومكرر بالمعومة، هيدا كتير منيح للشرايين. انبسطت انه عندك معلومات دقيقة. ما بدنا ناكل شيء يضرنا. يا ابراهيم بدنا ناكل اشو بنضل ساعة. نبلش بالبصل. كتير بصل هالقد؟ هلا بيصيروا سوب. هذه صارت سوب بصل. هلا كمية بصل. كم بصل استعملتي؟ 3 كيلو بصل، كيليان لحمة، 3 كيلو كروش، بدهم هالقد. هيدي طبخة هلا بعد شوي بدنا ناكل فيها رز وخضار الافارقة كيف ياكلوا بايديهم مثل الاردنية بيسبوها بصدر كبير وببلشوا يحركوا بدايون وياكلوا. انا ومحنا هيك بنحب ناكل، صح ولا لا؟ لا بحب اكل بايدي، استمتع المس الاكل. حبيتي هونيك الاكل، تجيبي اكلات من هونيك تعمليها بلبنان واكلات صعبه وتجيبي الزيت من هونيك، هذا معناته كثير تعلقتوا في الاكل. اول ما تزوجت رحت بالثمانينات ما كان في مثل هلا الزيت كتره بلبنان والاكل الافريقي، كنا نجيب من هونيك، هلا صار مكون. بحس كمان بسبب انه كثير في اغتراب من رحبه بالذات بافريقيا، صح؟ عشان هيك بتلاقيها منتشره هي القصص اللي انا بحياتي ما سمعت فيها صراحه. عمرك سمعت فيها؟ حتى اهل مناطق ثانيه ما بيعرفوا فيها. الجنوب كله بيعرف، بيروت كمان اللي كان بافريقيا واجا. مده طبخها هيدي الطبخه قديش؟ اذا بدها من البيجينين مثل ما بيقولوا بدها نهار. بطبخوا يوم كامل كرمال طبخه. هونيك بيساعدوا بعض. هلا بدنا نحط الباذنجان، بدي احط الماجي، مي لحتى نغلي الطبخه، بس يغلوا شوي شي ربع ساعة 10 دقايق، بنحط الكروش تا يستووا مزبوط. شو بتحبوا تشربوا قهوة ولا نسكافيه؟ سانشاين شعبي. ملكيها ذوقي انا. القهوة كمان. بدنا نحرك الطبخة. اوكي. ونحن لو سهلة. استنى بدي وضعي انا جعل، شو عم تعملي؟ عم بغسل الرز مشان نسلقه للاكل، نسلقه سلق. شو هيك بتحب؟ رز صحي. للريحة بنحط الكروش، اللحمة والرز اي ساعة. شو طنجة حلو، حبيت لونها كثير. بنتي طلبت لي اياهم من المانيا. في عندك مرق انك تعملي مطعم هيك؟ انا معروفة من افريقيا وهون. اذا في عالم رح بدقوا لي على تليفونك وطلبوا منك انك تعملي لهم هول الطبخات. اللي بده يطلب من عندي 03 97 67 82. قبل ما تطلبوا خليني ذوق وبعدين نقرر ملح، المي. ما عندك ريسبي للرز بتعمليه هيك؟ هلا شوف كيف بيطلع. ريحة كثير حلوة، معقول يطلع مرة؟
لا الباذنجانات طلعت وحده من راكب بيتها. قصدي من ورا الزيت. الزيت ما بيمرمر جار، شو بك؟ يعني هيدا الحر بيجي من جامايكا الاصلي. اكثر نوع حر قوي بالعالم. بنجربها مع الاكل. طبخه جهزت، بدنا نسكب. يلا وانا حساعد. يا رب. فيك تدلقيهم هيك كلهم بالطاوله. خوفي يطرشوا. ما انا بساعدك. بنقول هيك بننزل. ايوه برافو عليك. يلا برافو. تمام ورز. عم احلك سخنه. شوف فيها رز كل حبه واخذها. افرش حب. طيب نكهة الباذنجان مبينة، ما في زفرة، عم بحس قريبة على المنزلة الباذنجان. نكهه الباذنجان ايه مش طيبه، كثير طيبه. صحه وهنا. السويتنس تبعت البصل بقلبها مع طعمة البالم اويل مع الكرشي واللحمه. معقول تعملها الان وانت ما تاكلها؟ بعد شو حطيت لنا شيء بالاكل. على فكره الكرشي بقلبها هيك بتزلط، بتكون زلط. دكتور خود قديش بتقيم البيبر سوب من ايدين ام ابراهيم؟ هذا المحتوى الجديد، بنشوف اكلات غريبه بتنطبخ ببيوت. فعلا انت طبختي بالم اويل مع كرشه مع موزات، اول مره بشوفهم ميكس مع بعض. انا بتستاهلي مني 10/10 لانك انت طبقتي الشروط. تواصلوا معه وطلبوا من عندك.